الامريكيه المعروفه. مالها؟ جايه مصر هنا عشان تعمل فيلم عن تنشيط السياحه في مصر. هتقعد اسبوع هي وكريستيانو. كريستيانو بتاع الكوره؟ ايوه. انا قريت حاجه زي كده على الفيسبوك صحيح. ايوه بس يعني انت ايه علاقتك بالموضوع؟ ليه فرحانه قوي كده يا بنت عمك؟ ما انا اللي هصمم لهم الازياء. نعم. انجلينا بيبيتو بجلاله قدرها النجمه الامريكيه المعروفه هتسيب مصممين هوليوود دول كلهم وتجيلك انت تصممي لها فساتين؟ ايوه، ما هم مصممين هوليوود دول كلهم مش هيعرفوا يعملوا اللي انا هعمله. جديده دي. يا ابني بقول لك فيلم تسجيلي عن تنشيط السياحه في مصر. طبيعي جدا يكونوا لابسين لبس مصري في الروح المصريه. ايوه يعني اشمعنى انت بالذات اللي اختاروكي عشان الموضوع ده؟ ايه ده؟ هو انت مستقل بيا ولا ايه؟ وبعدين دول كانوا عاملين مسابقه وانا اللي كسبت فيها. مش مصدقني؟ الدليل اهو. اوه لا، قمر انجلينا الحقيقه. قمر؟ طب هدي بقى. انا جيت لحضرتك في الميعاد وجبت لك كل التصميمات اللي انت عايزاها، ولو في اي حاجه مش عاجباكي قولي لي وانا اغيرها على طول. بصي كده. أعتقد أن هذه جيدة، ولكن ربما السكيرت تحتاج أن تكون أقصر قليلا. اقصر قليلا؟ ما حضرتك انا رافعاها فوق الركبه 5 سنتي، لو قلت عن كده هتبقى مشكله. وما المانع في ذلك؟ هو مش حضرتك عامله دور واحده مصريه؟ أجل. ما هو المصريات ما بيلبسوش قصير قوي كده. لماذا؟ هو حضرتك مش بتصوري في ميدان رمسيس وهتلبسي الجيبه القصيره دي في ميدان رمسيس؟ أجل. وهل الأستاذ رمسيس يمانع؟ تمثال رمسيس مش هيمانع خالص، ده هو شخصيا كان لابس جيبه في نص الميدان. Great. Then he is so stylish. عشان كده بقى شلنا الميدان خالص. هو المشكله مش في تمثال رمسيس، المشكله في احفاد تمثال رمسيس. وهل يضايقهم ارتداء جدهم السكيرت؟ اي نعم. They are not open-minded at all. هم فعلا يا فندم مش متفتحين خالص. وماذا سيفعلون لو رأوني هكذا؟ هياخدوها منك. ماذا؟ يا إلهي كلا، قد أشعر بالبرد. هو يعني لو حضرتك مصرة قوي قوي ان انت تلبسيها انا ممكن اشوف لك حل. ما هو؟ تلبسي بنطلون تحت الجيب. ماذا؟ كلا ثم كلا. في هذه الحالة الأفضل أن يأخذوها مني. مش بس كده يا فندم، حضرتك لازم تلبسي بادي بكم وبزراير، ولو حبيتي ان انا اشيكلك انا ممكن احط لك اوبليتات. ما هذا بحق السماء؟ ربما أحتاج أن أعرف أكثر عن المصريين وعاداتهم. منذ طفولتي وأنا أحلم بالمجيء إلى مصر والعيش كواحدة من أهلها. أكل من فولها، أشرب من نيلها، وألعب في طينها. هل تعلمين أن جدتي كانت تعيش في مصر في عز شبابها وكانت تحكي لي الكثير عن مصر؟ وعندما جاءت الفرصة وتحقق حلمي وجدت نفسي في هذا الفندق اللعين. والله انا اتأثرت بالكلام اللي انت قلتيه ده. سارة، هل من الممكن أن تساعديني في إيجاد مطعم معين أخبروني عنه أصدقائي أنه يقدم أشهى المأكولات المصرية؟ ده انت تأمري واحنا ننفذ. من العندي قبل العندي. هو احنا عندنا كام أنجلينا؟ سأطلعك على اسمي. اتفضلي. Will you still call me Superman? If I'm alive and well, will you be there holding my hand? I'll keep you by my side, but my superhuman, my kryptonite. ايه مصطفى عملت ايه؟ رفضوني. تاني يا مصطفى، دي 10 مرة يرفضوك فيها. معرفش بقى يا علي، الظاهر حاطيني في دماغه. ورفضوك ليه المرة دي؟ البت سوسه بتاعت الشباك قالت انت غير مطابق للمواصفات اللي هي يعني المعايير الامريكيه. بعد كل اللي انت عامله ده، انت المفروض تعمل ايه اكتر من كده عشان تبقى مطابق؟ معرفش، ده انا كنت حاسس وانا ماشي في الشارع ان انا عامل زي البغبغان، واللي ينادي عليا ويقول لي خدها بتاع الفريسكا، والعيال الصغيره عملوا مظاهره وقعدوا يزقلوني بالطوب ويقولوا لي يا جاسوس. دي سحنه جاسوس. معلش يا مصطفى، تعود المرة الجاية ان شاء الله. اقعد امتى بس يا علي؟ ده انا حزين جدا يا علي. انا فيري ساد. فيري ساد. اسمها فيري ساد. اسمها فيري ساد زي النايل ساد كده. هتفتي. والله لهم حق ان هم يرفضوك، وده اقل حاجة ممكن كانوا يعملوها معاك اصلا. هم الخسرانين. خساره فيهم المفرش. اما اروح ارجعه بقى لبتاع الفراشه. ما سوبر هيومن ماي بلدي بلدي يا بلدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. هي الولية دي بتعمل ايه؟ وليا ايه يا ربيع انت؟ ده منظر واحده يتقال لها وليا؟ معلش يا ست هانم، اللي ما اعرفك يجهلك. احط الحاجات دي هنا ولا ادخلها جوه في المطبخ؟ حطها في اي حته يلا وغور من وشي. ماشي ماشي. طب يعني سيادتك يعني هو سيادتك بتعملي ايه؟ انت شايفني بعمل ايه يا ربيع؟ لا ما انا سيادتك لو فاهم ما كنتش لمؤاخذة سألت. ايه ده، هو انت بتفهم اصلا؟ انا بلعب يا سيدي. ايوه بتلعبي اتاري. اتاري ايه؟ ده اكس بوكس. ايوه عارفه، ايه اكس بوكسر عارفه. ايه ده، انت عارف الاكس بوكس يا ربيع؟ اه طبعا عارفه، ده انا لابس واحد، استني اوريهولي. انت بتعمل ايه متخلف انت؟ اقسم بالله لو انا مش عارفه ان انت عبيط كنت لبستك قضيه تحرش. امشي يلا من وشي، غور يلا. ماشي 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 عادي. ربيع ماشي ماشي امشي يا ربيع. ماشي ماشي. ايه على الصبر. ازيك يا ربيع؟ اهلا، ازيك يا معلم باشا؟ ايه يا ولد؟ انت سبت شايل كتير كده ولا ايه؟ لا يا باشا، عندك يا باشا. عامل ايه يا ربيع كده، وازيك وازاي امك؟ هو سيادتك يا باشا تعرف امي؟ ايه؟ هو انت مش الولا ربيع ابن زبيبي؟ ايوه انا ربيع ابن زبيبي. ايه ومالك فرحان كده وانت ابن زبيبه ثروت؟ باشا لو سمحت يا باشا ما تغلطش في اسم امي يا باشا، مهما كان ما تغلطش في اسم امي. اهدى يا حمار اهدى. حمار؟ وعارف اسم امي زبيبه؟ ايوه. فين يا ولا الشنب اللي كان قد كده والشعر الكنش وكنت رفيع مسلوح؟ ما انا نحت يا ربيع، نحت وسبته في الامارات. مصلح ابن خالة ابن عم زنوبة بنت خالة جارتني. ازيك يا ولد؟ حبيبي منور يا ولد، عامل ايه؟ ايه يا ولد النظافة اللي انت فيها دي؟ جيت من الامارات امتى؟ ايه يا ربيع تقصد انا طول عمري وانا نضيف؟ نضيف ايه يا ولد، انت بتستحمى في السنة مرة. فاكر يا ولد لما جينا القاهرة وشفت النافورة بتاعت الكتكات افتكرتها شطافة؟ الله يحفظك يا ربيع، بلاش بقى والنبي تفكرني بالماضي عشان بطني بتقلب عليا. ايه اللي حدفك علينا كده؟ والله وحشني وحاشة كده أكتر من وحشتك. وأول ما نزلت من المطار قلت لازم أنا أجي أشوف الولا ربيع كده قبل حتى ما أنزل البلد. يلا تنور وتآنس بقى. هي جبت لي ايه بقى من الامارات؟ اللي زنوبة قالت لي عليه. طب وزنوبة قالت لك على ايه؟ اللي أنت طلبته. طب وانا طلبت ايه؟ اللي أنا جبته لك. طب وانت جبت لي ايه؟ أنت مش هتغدينا ولا أنت ظروفك إيه يا ربيع؟ تعالى هغديك منور. اخيرا هذا هو المصمت. لا اصدق. انا عايزه اعرف بس انت عرفتي المكان ده ازاي؟ وعرفتي ازاي اصلا ان اسمه مصمت؟ حمار في المصمت.